السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله عز وجل. اليوم بنتكلم عن ملخص للجولة الأولى لبطولة الأمم الآسيوية 2019. المجموعة الأولى انتهت بتعادل المنتخب الإماراتي مع المنتخب البحريني بنتيجة 1-1 في افتتاح مباريات الأمم الآسيوية 2019. وحقق المنتخب الهندي أول انتصار تاريخي له بالأمم الآسيوية بعدما فاجأ المنتخب التايلاندي وفاز عليه بنتيجة 4-1. المجموعة الثانية استطاع المنتخب الأردني بعمل مفاجأة كبيرة، واستطاع الفوز على المنتخب الأسترالي بنتيجة 1-0 بطل آسيا 2015 بسبب قوة لاعبين المنتخب الأردني وتألق حارس مرمى المنتخب الأردني. واستطاع المنتخب الفلسطيني تحقيق أول نقطة تاريخية له في بطولة الأمم الآسيوية بعد تعادله مع المنتخب السوري بنتيجة سلبية 0-0 في مباراة قوية من الطرفين دفاعيا وتكتيكيا بين الفريقين، وانتهت المباراة بالتعادل. المجموعة الثالثة حقق المنتخب القرقستاني أول أهدافه في بطولة الأمم الآسيوية بعد مشاركته الأولى في بطولة الأمم الآسيوية عبر تاريخه، ولكن بقوة المنتخب الصيني استطاع المنتخب الصيني التغلب عليه بنتيجة 1-1. وحقق المنتخب الكوري الجنوبي انتصارا صعبا على المنتخب الفلبيني المشارك أيضا لأول مرة في تاريخه بنتيجة 1-0. المجموعة الرابعة في أول مشاركة له في بطولة الأمم الآسيوية المنتخب اليمني يخسر بنتيجة قوية وصادمة للجماهير اليمنية أمام المنتخب الإيراني القوي والمرشح للفوز بالبطولة هذه السنة بنتيجة كبيرة 5-0 بسبب ضعف الدفاع وضعف حارس مرمى المنتخب اليمني. واستطاع المنتخب العراقي بعمل رومنتادا تاريخية على المنتخب الفيتنامي بنتيجة 3-2 بعد مباراة قوية وصعبة على المنتخب العراقي وأغلاط بعض اللاعبين، ولكن في النهاية استطاع المنتخب العراقي الانتصار وتحقيق أول انتصار له. المجموعة الخامسة استطاع المنتخب السعودي من سحق منتخب كوريا الشمالية بنتيجة قاسية 4-0 بسبب قوة المنتخب السعودي وأنه سوف يكون فريق منافس على اللقب بعد هذه النتيجة. في نهاية مباريات الجولة الأولى من كأس الأمم الآسيوية 2019 حقق المنتخب القطري فوزا صعبا ومهما على المنتخب اللبناني في مباراة عربية بنتيجة 2-0. المجموعة السادسة بعد أن كان المنتخب التركمانستاني يحقق مفاجأة على المنتخب الياباني بتقدمه في المباراة، ولكن خبرة المنتخب الياباني استطاع في النهاية الفوز على المنتخب التركمانستاني بنتيجة صعبة 3-2. وخسر المنتخب العماني بنتيجة 2-1 أمام المنتخب الأوزبكي. فبالرغم من الضغط وكثرة الهجمات العمانية في هذه المباراة لم تنصف المنتخب العماني بسبب تألق الحارس الأوزبكي تصدي أكثر من كرة خطيرة، ولكن هذه كرة القدم.